السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى رجعت لكم بعد غيبه تقريبا، يعني داخله في اسبوعين اهو. ما نزلتلكوش اي فيديوهات خالص، الحقيقه كنت تعبانه جدا جدا. وبصوا يعني كان دور برد والله العظيم، ربنا بس اللي يعلم بيه. الحمد لله والشكر لله، طبعا الواحد قدر يقف على رجليه مره تانية. وبشكر كل الناس الجميله الحلوه جدا اللي هي دعت لي دعوه حلوه بظهر الغيب لما نزلت على المنتدى. والحقيقه يعني ناس كتير جدا سألوا عليا كتير بعديها، بس الحقيقه انا ما كنتش بقدر يعني ان انا ارد على الكومنتات لاني كنت تعبانه جدا. بس الحقيقه كنت بقراها، لكن ان انا اقدر ارد يعني على واحده واحده بصراحه ما قدرتش. علشان كده النهارده حبيت ان انا اطلع لكم بقى كده بوشي واطمنكم عليا، واقول لكم ان الحمد لله يعني الحاله بتاعتي دلوقتي بقت مستقره وزي الفل، والحمد لله يعني بقيت كويسه جدا. وخلاص ان شاء الله هبتدي بقى انزل لكم فيديوهاتنا الجميله بقى اللي احنا يعني اتعودنا عليها مع بعض. وادعوا لي كده يا رب بدوام الصحه كده والعافيه، بجد يا جماعه الصحه دي عايزه اقول لكم يعني احلى حاجه في الدنيا كلها والله العظيم. لو جابوا اعمار الدنيا كلها في كفه وصحتك في كفه، لا قولي انا عايزه صحتي، لان بجد من غير الصحه ما فيش اي حاجه بتسوى، كل حاجه ملهاش اي لازمه. وبس كده النهارده بقى حبيت ان انا اعمل لهم حاجه حلوه بمناسبه ان الحمد لله بقيت كويسه وقدرت اقف على رجلي تاني. وبس كده يا حبايبي، انا متشكره جدا للمره التانية، وتعالوا بينا ما نتابع الفيديو. باي باي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل بقى على المقادير بتاعتنا. اول حاجه بالنسبه للمقادير بتاعت الرز بلبن، النهارده الحقيقه هنعمل مع بعض يعني رز بلبن بس كريمي، وبطريقه ان شاء الله هتبقى تحفه جدا، ان شاء الله هتعجبكم. هنحتاج ايه بقى للرز بلبن بتاعنا النهارده؟ كوبايه كده من الرز، لازم يا جماعه يكون رز مصري، ما ينفعش خالص يكون الرز البسمتي. وطبعا بتنقي كوبايه الرز دي كويس جدا، وبعد كده بتغسليها وبتصفيها، وبعدين بتروحي نازله بقى بالرز كده على الميه دي يا جماعه على النار، ميه سخنه. وبالنسبه لكوبايه الرز بتاخد لها تقريبا يعني 3 كوبايات ميه، وبعد كده بتقلبيهم مع بعض كويس جدا على النار. ومن الافضل ان انتي تخلي الحله دي يعني متغطيه ايه بنص الغطا كده مش كله، لان الرز الحقيقه يعني من الحاجات اللي هي ايه بتفور بسرعه على النار، وممكن ايه النشا بتاعه كله يقع منك على البوتاجاز. هنا معايا بقى في الطبق ده نص كوباية كريم شانتيه خام بودر، وعليها كوباية مية مثلجة، وممكن طبعا تستبدليها بالحليب المثلج. والحقيقة المكون ده بقى اللي هو هيخلي يعني الرز بلبن بتاعنا كريمي كده وليه مطة وطعمه جميل. دلوقتي انا بضرب بقى الكريمة دي كويس قوي بالمضرب اللي هو الكهرباء، وعلى فكرة ممكن تضربيها برضو بالمضرب اليدوي لمدة يعني 5 دقايق او 10 دقايق، لغاية لما القوام بتاعها بيجمد شوية كده زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله القوام بتاعها بجد بقى حلو قوي. ودلوقتي هركن بقى الكريمه دي على جنب، هنحطها في المطبخ مش هندخلها التلاجة لغايه لما الرز يبتدي بقى يتشرب الميه بتاعته. زي ما انتوا واخدين بالكم كده ان انا من الوقت للتاني يعني ببتدي ان انا اكشف غطا الحله، وابتدي بقى ايه اقلبها كده ايه علشان الرز بتاعنا يعني ما يشطش كده في الحله، او ان هو يلزق معايا. هنا معايا بقى في البطرمان ده النشا بتاع الذره، النشا الابيض بتاعنا العادي، هاخد منه معلقتين علشان يربطوا القوام بتاع الرز شويه. في ناس بتحب يا جماعه الرز بلبن يبقى القوام بتاعه يعني ماسك كده وحلو، وناس بتحبه يبقى القوام بتاعه خفيف شويه. لو انت حابه ان القوام يبقى خفيف شويه ما تحطيش معلقتين النشا دول، واستكفي بالنشا بتاع الرز بس. بعد كده هنحط تقريبا يعني 3 4 معالق كده حليب. لازم طبعا يكون ساقع ما يكونش سخن على النشا، وبقلب بقى النشا كويس قوي كده على البارد. زي ما انتوا شايفين كده ان الرز بتاعنا خلاص اتشرب كويس قوي الميه بتاعته. وبالنسبه للنار بتخليها وسط، ما تعليش النار خالص على الرز بلبن علشان زي ما قلتلك بيقلب بسرعه، وممكن تلاقي ان البوتاجاز كله اتبهدل من النشا يعني اللي هو نازل من الرز. دلوقتي انا حطيت بقى الكيلو الحليب كله. طبعا بتستخدمي بقى حليب معلب او حليب بلدي زي ما انت عايزه، بس انا عايزه اقول لكم ان انا استخدمت الحليب اللي هو المعلب. برضو بيدي طعم كده حلو للرز بلبن.
وبتفضلي تقلبي في الرز بلبن على النار، وطبعا بتهدي النار خالص اول ما بتحطي الحليب، علشان لو خليتي النار برضو عالية هتفضل الرز بلبن يعني هيفضل ان هو الحليب يعني يفور على النار، وطبعا هيبهدلك الدنيا كلها. اخر حاجة بقى هحطها الكريم شانتيه اللي احنا كنا ضربناه في الخلاط او في المضرب معلش، وببتدي بقى انزل الكمية كلها كده على الحلة، وبقلبها كويس قوي بقى. اول ما بتحطي الكريم شانتيه عايزه اقولك ان هو هيبتدي يسيح، بس مش هيسيح يبقى زي الميه، لا هيسيح يبقى زي القشطه بالظبط، وهو ده اللي هيدينا بقى الطعم الكريمي للرز بلبن، وكمان المطه الجميله بتاعت رز بلبن المحلات. وبعد كده بتحطي بقى اي حاجه للتنكيه يعني علشان تديله ريحه حلوه، سواء بقى في ناس بيحطوا مثلا معلقتين كده ميه ورد او ميه زهر، وفي ناس تانية بتحب تحط مثلا مستكه، وفي ناس بتحط مثلا فانيليا، بس انا الحقيقه من الناس اللي بحب يعني احط فانيليا. هحط كيسين فانيليا وهقلبهم كويس قوي. زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعه ما شاء الله جميل جدا. دلوقتي هنا معايا في الطبق ده معلقتين بقى من القشطه البلدي. دي يا جماعه القشطه اللي هي بتبقى على وش اللبن، كانت عندي في التلاجة، هنحطها برضو كده على الرز بلبن، ونبتدي نقلبها طبعا علشان السخونيه بتاعه الرز هتبتدي تسيح معانا بسرعه جدا. واخر حاجه بقى هضيفها على الرز بلبن شويه الحليب بالنشا اللي احنا كنا مدوبينهم مع بعض كويس قوي. وزي ما قلت لكم لو انتي مش حابه تحطي نشا ممكن تستكفي بالنشا بتاع الرز برضو هيبقى حلو جدا. وبتقلبيه، وفي الوقت ده طبعا النار بتبقى هاديه خالص. اخر حاجه بقى هنضيفها على الرز بلبن بتاعنا السكر. وتملي يا جماعه السكر يعني بيبقى حسب الذوق. الكميه دي انا حطيت لها كوبايه ونص سكر، لكن انتي ممكن تحطي كوبايتين او كوبايه زي ما انتي عايزه. وطبعا بتقلبيهم كويس قوي لغايه لما تحسي ان السكر ده كويس قوي مع الرز بلبن. وبعدين بتجيبي بقى البولات او الاطباق الصغيره اللي انت هتغرفي فيها الرز، وبتغرفيه على طول وهو سخن، علشان لو استنيتي يعني عليه يهدى شويه في الحله هيكون بقى القشطه بتاعته على الوش. لكن احنا حابين ان احنا نوزعه في الاطباق كده وهو سخن، وبعد كده كل طبق بقى يبقى ليه القشطه بتاعته والوش بتاعه، ويبقى يعني يدينا بقى الطعامه والشكل الجميل المكرمش بتاع المحلات اللي بره. وعايزه اقول لكم ما شاء الله الكميه دي جابت لي 10 اطباق رز بلبن ما شاء الله، يعني كل طبق حطيت فيه كده كبشه ونص ما شاء الله، يعني كميه حلوه جدا. وعملناها يعني بسعر تقريبا يعني ما يذكرش بالنسبه طبعا الاسعار بتاعه الرز بلبن بتاع بره. وطبعا كفايه ان انت عاملاه بنظافه بقى ست البيت. وبالنسبه للتزيين بتحطي اي حاجه عندك في التلاجة، انا كان عندي جوزين وزبيب بقيت رمضان حطيت. ممكن لو ما عندكيش تحطي قرفه، او ممكن برضو تحطي شويه كده من المكسرات المجروشه او السوداني المجروش، لو مش حابه ان انت تحطي حاجه خالص طبعا براحتك. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بجد يعني شكله حلو جدا، وعايزه اقول لكم كمان ريحته جميله. بتمنى يا حبايب قلبي من كل قلبي ان كلكم تجربوا طريقه الرز بلبن بتاعتنا البسيطه الجميله دي، على قد بساطتها على قد ما بجد طعمها يعني جميل قوي ورائع، وان شاء الله هيعجبكم قوي. وللمره الثالثه بشكر كل حبايب قلبي الجمال اللي كانوا بيسالوا عليا على طول في الكومنتات. بجد متشكره جدا من كل قلبي، ويا رب دي من المحبه بينا يا رب على طول كده، اللهم امين. وكل مرضانا يا رب ومرضى المسلمين ربنا يشفيهم ويزيح الغمة دي يا رب على خير، اللهم امين. وبس كده بجد وحشتوني جدا جدا، والكلام معاكم بجد والله العظيم وحشني قوي. بجد يا حبايب قلبي انا اتعودت جدا عليكم زي ما انتوا كمان اتعودتوا عليا.
وده بقى القوام بتاع الرز بلبن بتاعنا زي ما انتم شايفين كده عامل زي القشطة كريمي وناعم وجميل جدا. وبس كده، مع السلامة بقى يا قشطات، يلا باي باي.